تأخذون إلى كأس العالم؟ لست أدري. هل سنطلب عقد الزواج من يدخلوا إلى الفنادق؟ لست أدري. ذاك اللاعب البرتغالي الشهير عنده 3 أولاد، سميتو رونالدو، عنده 3 أولاد، ما عنده عقد الزواج، نهار يدخل لأوروبا تقول لي عقد الزواج، ما يجيب عليهم. غادي تقول واحد الألماني غادي يلعب الكرة ضد واحد البريطاني، ما خصكش تكون سكران في الشارع، هذوك بعدا كاع ما كيكونوا فايقين، ديما سكرانين. غادي تطبق عليه النص الجنائي وانت غادي كأس العالم. خاص تقرر، إذا بغيت تجيب كأس العالم خصك تجيب كلشي اللي معاه. ما بغيتيش هذا الشيء ما ديرش كأس العالم وهنينا، ودير الزاوية ودير السلطة وهدينا. ولكن الآن لكن أنت يجب أن تصنع نماذجك وفقا لإمكاناتك واحتياجاتك. أنا ماذا أحتاج في مجتمعي؟ نحن اليوم كل حياتنا مفصلة على مقاس النموذج الغربي. ما في فائدة أن تفكر عندنا، لأنك مهما فكرت لو أجمع كل الخبراء عندنا على رأي لا يعمل به ما دام النموذج الغربي لم يغير. هم ينتظرون الجامعات الغربية تغير بعدين نحن نغير. ما يستطيع أن يصنع نموذجه الذاتي بشكل مستقل. ما يستطيع المسؤول يجمع الخبراء يقول يا جماعة احنا عندنا شعب بهذه الخصائص الفلانية، عندنا احتياجات بهذه الأنماط، نريد أن نفصل نموذجا يلبي هذه الأنماط. لذلك أنت الآن في جامعاتنا مثلا لو كان عندك خيار أنك تسوي بحث ينفع المجتمع، وخيار أنك تسوي بحث ينشر في مجلة أجنبية، يقول لك لا، البحث الذي ينشر في المجلة الأجنبية. لذلك أنا عندي مشكلة أن المسؤول مستلب في وعيه الذاتي، لا يفكر بناء على وعيه الذاتي، هو يفكر بالعقل الغربي في احتياجاته. كيف يفكر العقل؟ أنا أفكر نفسي بهذه الطريقة. يعني ولا مرة جلست مع مسؤول وقال والله أنا ما يهمني إيش اللي يصير، أنا يهمني مجتمعي ماذا يحتاج. هذه فكرة جوهرية، إذا فكرنا بهذا المنطق كل حياتنا راح تختلف. بس نحن نفتقد الشجاعة في التغيير.